يا مرحبا يا استاذ صقر. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله العظيم انا ما دكتور. والله أنت أحلى من الدكاترة كلهم. الله يسترك يا ابني، الله يسترك. طمني عليك. أنا أنا يا الله يحفظك، والله العظيم أنا إيش أقول لك؟ لو أقول لك عندي ثلاثة دعاية، يعني أكياس دعاية اللي هو علاجات، ما تصدقني. لا ازاي، والله ما انا أنا من احب اليمن الخير. طبعا، وممكن أنا من اليمن طبعا، وأنا أحييك والله. وهذه النصيحة ممكن أنا أنصح أهلي وناس كثير. أنا في السعودية والله ممكن اتعالجت ب10,000 ممكن. يعني كنت أروح يجيني تقلصات في القلب، أقول خلاص أروح عند الدكتور سوي كشف وتحاليل وفلوس في تأمين، بس ما استخدمه عشان يهتموا بي أكثر. أروح أسوي فحص وتأمين، اسمه فحص وكشوفات ومدري إيش، ويعطوني علاجات، وهات يا علاجات، روح يا علاجات. امس يعني ايش اقول لك، سويت الوصفه على اللي شفتها باليوتيوب تبعك. يعني ايش اقول لك، احس نفسي انولدت من جديد، يعني عندي شعور احب الشغل، احب اشتغل، احب. الحمد لله رب العالمين، الله يجعلها في ميزان حسناتك ويحفظك ويعطيك الف صحه وعافيه. وانت سويت معروف، انا كشخصي معي، اذا ضاع المعروف معي ما دعيت لك وانا غايب، ما يضاع بين الله والناس هذا المعروف. الحمد لله. عملت ايه؟ اللهم له الحمد. نفس ما سويت انت زي ما شرحت انت باليوتيوب، خلاص يعني ما هو حاجه واضحه، سهله جدا وبسيطه جدا. الناس عايزه تعرف. غسلت القيلون، غسلت القيلون، وزي ما سويت يعني زي ما الوصفه حقت، سويت 3 ملعقه من البن، هذا اللي هو البن، ايوه القهوه المحمصه، وسويتها على مويه لين فارت، وخليت الماء لين برد، يعني صار يعني دافي شوي، يعني ما هو حار. وسويت زي ما قلت لي مره ومرتين وثلاثه واربعه، والحمد لله. والحين مجهز والله حقنة ثانية عشان اسويها الصباح، لان لسه ما فطرت لحد الحين. يعني انت عملت مره واحده بس؟ يعني مرة واحدة امس، والله خرجت مني اشياء يعني كنت مستغرب. ارتحت، سبحان الله. يعني سبحان الله العظيم. تقلصات ما في، الم ما في، اكتئاب ما في. كنت احس اقول انا مسحور ممكن. اول اشوف المرض، اشوف الضيق اللي فيني بصدري، ضيق وكذا، اقول انا مسحور. يسحروني على ايش بالله؟ ايش عندي عشان يسحروني؟ ايوه. والله صرت يعني بالعزبه رحت، يعني عندنا عزبه غرفه، ان رحت مكلمهم بالشقه كامل، كلها احنا شباب طبعا، كلهم عندهم قيلون، لانه شغل واجهاد. وهنا في السعوديه اغلب العمال، بالذات اليوم عمال اجانب يمنيين مصريين، راتبه ممكن 100 او 80 ريال في اليوم، ما يقدر يشكل اكل، وياكل ربع دقائق ورز. الغداء رز، والعشاء رز، والفطور يجلس بدون فطور. فالوصفه اللي عندك حلوه، وعندي خضار واكل خضار واكل زي ما انت وصفت، يعني ماشي على وصفتك. انا بعد امس يعني احس نفسي تغيرت، خلاص صرت بخير الحمد لله. يعني اللي لقيته امس لي 6 سنين ابحث عنه عند الدكتور. احمد ربك واشكر فضله. انا قعدت 30 سنه اعاني من القولون والامساك وعسر الهضم، وكانت حياتي. عشان كده طلعت قلت للعالم كله انا مش دكتور يا اخوانا. انا ربنا انعم عليا وشفاني، وعن تجربه شخصيه وربنا شفاني. اقول لهم يا اخوانا والله انا سامع الوصفه من اكبر دكاتره على مستوى العالم، وانا قابلتهم وجها لوجه، ومع ذلك ما رضيتش اطلع اتكلم، وقلت اما اطلع اعملها الاول وبعد كده اتكلمت. انا اما انا اتكلمت، بص بقى الفارق هنا بقى. الدكاتره اللي هم بيقولوها بياخدوا مقابل، تمام. انا بقى ربنا جعلني سبب، قلت انا اعملها من غير مقابل. اكتر من 135 مليون مشاهده هنا، ماشي. والحقن الشرجيه في كل الصيدليات مش هتلاقيها، فعملت لهم البديل. طب ايه اللي خلى الحقن كلها اتسحبت في الوقت دوت؟ لان انا عملتها لله، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. انا عملتها لله، ونظفت قولوني، وقلت للناس، ووضحت للناس، وفهمت الناس واحده واحده. والناس ايه بتشكك في الكلام، وناس
انا عشان كده قلت لك اطلع قول انت بنفسك، لا حضرتك تعرفني ولا انا اعرفك، قلت لك اطلع قول انت عملت ايه. والله يا دكتور انا طلعت وانا بحثت عليك بالبرنامج الان وسويت لك اضافه. اول ما انا الحين لسه صحيت من النوم يعني الساعه 11 ايوه. طوالي، يعني شفت نفسي متغير، قمت سويت الحقنه الثانيه جاهزه الحين، قلت اقوم اشوف الدكتور، شفت وحصلتك، فرحت ان انا شفتك متصل بالتيك توك. الله يبارك لحضرتك يا ابني، ويكفيك شر الشر ويكفيك شر الامراض. هل الادويه اللي عندك دي كلها خدت منها حاجه تاني؟ مش ما ابغاهاش خلاص، انا صرت الان مستغني عنها. انا بس عندي مشكله انه عندي باسور الحين مرتاح بعدها بسوي عمليه ولا اسوي لي المرهم هذا التحاميل عشان اتخرج من الباسور فقط. يعني انت هتعمل عمليه ناسور وانا ربنا جعلني سبب حي ارزق؟ الله يحفظك، انا لا ما عندي ناسور، ناسور، عندي لا باسور فقط. ناسور، لا ناسور ولا بواسير ولا شرخ شرجي. هتنضف قولونك مره كمان، خدت بال حضرتك، وان شاء الله هتتعافى منه تمام. طيب خلاص. الباسور هو كبير عندي، يعني الباسور عندي كبير يروح يعني. مش هو كده حاجه كده؟ حبه قد الحبه كذا، قد الحبه اللوز. بص يا لوز انت، بعد ما تنضف قولونك، شايف ايوه. فيه مرهم من عند العطار، تقول له اديني مرهم بواسير. هنا ما اعرف، انا ما ادري ايش اسمه هنا. روح للصيدليه، قول له اديني لوجنوكايين مرهم بواسير. ها، حاجه تاني؟ موجود معي، انا اوريك اسمه موجود معي المرهم هنا. طب خلاص، اسمعني بقى. هتقعد في ميه سخنه، هتجيب ميه وهتجيب صبار، عارف الصبار اللي عند المقابر؟ ايوه هتقطع كل يوم واحده، ايوه وهتغليها ايوه ربع عرفته. ساعه، وهتغليها ربع ساعه، وبعد الربع ساعه وانت قاعد في الميه بتحاول تحرك، تعمل لها تدليك كده، فاهمني؟ بعد ما تتلكها وانت قاعد في الميه، بتشطف نفسك كويس وبتدهن المرهم تمام. بتاع البواسير. المرهم ده بتدهن المكان. طبعا انت كده نظفت قولونك، فمش هيبقى فيه امساك، مش هيبقى فيه عسر هضم، مش هتحزق تاني عشان ما يزيدش، فيبدا يقل يقل يقل، لان انا بكلمك عن تجربه شخصيه. مش هتعمل ايوه عمليات. بس اقول لك يا دكتور، هنا في المدينه. تمام يا دكتور، بس هنا في المدينه المنوره ما تحصل صبار نهائيا، لان البلد ما فيها اشجار ولا فيها شيء. تمام. ما تلاقيش صباره، هتعمل ايه؟ هتجيب ميه سخنه. عندي مرهم طب ايوه. اسمع بس، هتجيب ميه سخنه تقعد فيها 5 دقائق، ميه سخنه تستحملها كده، تطلع منها تقعد في ميه من ايوه الحنفيه 5 دقائق، ميه بارده 5 دقائق، ميه سخنه 5 دقائق، ميه بارده 5 دقائق، 5 مرات كده وخمس مرات كده. وبعد ما تخلص وانت قاعد برضو في الميه، بتفضل تدلك الايه المكان اللي فيه الايه اللي هي الزيتونه دي، بتفضل تقل كل يوم شويه، هتلاقي نفسك ايه اختفت بعد كده. خلاص. كل يوم 5 مرات كده وخمس مرات كده لمدة أسبوع أو 10 أيام، هيختفي من عندك حاجة اسمها ناسور، أو اللي هي حتة اللحمة اللي بتطل من الطلة دي، أو بواسير أو شرخ شرجي. طالما نظفت قولونك ومشيت على نظام غذائي صحي اللي أنا منزله على قناتي على اليوتيوب، هتتعافى تماما من حاجة اسمها بواسير، ناسور، شرخ شرجي، إمساك. بص، لو عندك إيه بالتي، بفضل الله مش هتاخد أدوية تاني. الله يبيض وجهك، وانا اللي نقدر على اللي تطلبه حاضر، انا اللي نقدر على ان انا ادعي لك بالحرم النبوي. لا ادعي لي بس وانت هنا، بس في سرك. الله. والله دعيت لك الصباح وانا دعيت لك بالغيب ان السر. الله يحفظك ويعطيك الصحه والعافيه ويجعلها بميزان حسناتك ويسكنك مع الشهداء والصديقين، لانك الله انسان يسلمك نصحك يا رب. الناس، يعني حاجه ما حد يحصلها الا بشقى عمره، ممكن ما يحصلها. انا على عيني والراس، وناصح امين للناس كلها، وان شاء الله ربنا يرزقك الخير كله ان شاء الله. انا افدالك يا دكتور، والف الف بوسه مني على راسك، وربي يحفظك ويعطيك الصحه والعافيه ويحفظك. ما ينفعش تبوسني على راسي، ايديا ايه. هن... ما
الله يحفظك شفت والله الفرحه، العظيم ان شفت انا شفت ان انا الفرحه اللي انت فيها دي، الفرحه اللي انت فيها دي، انا فرحان اكتر منك مليون مره، عشان ربنا جعلني ايوه سبب في سعادتك وادخال السرور عليك. اللهم له الحمد. انا اول شيء ان انا ارتحت والله، عندي الحرمه، حتى الحرمه من القيلول والاوجاع اللي فيني، ما ابغى اكلم احد، ما ابغى تشوفني كأن انا مريض بالتوحد، جالس في الغرفه ما ابغى اكلم احد، ما اريد السلام على احد. ده انا هقول لك بقى بشرى كمان، اسمعني. انت عارف الوصفه دي هتعمل معاك ايه؟ سامعك. انت متجوز؟ انا متجوز نعم. حضرتك هتزود عندك الرغبه الجنسيه 3 اضعاف، ولو المدام عملتها يبقى ليلتك سودة، هتزود عندها هي كمان. وبص، هتعيش حياه مرتاح بعد كده. يلا. الله يحفظك ويعطيك الف عافيه. شكرا الله يعطيك يا ابني. ودي كمان لو انت عندك سرعه قذف هتعالجه لك. نظف قولونك. لو انت عندك كرش الاول، اسمعني بس، عندك كرش؟ صغير بس شويه، ما هو. بس طالما قلت كرش صغير كبير، هتعمل 3 ايام ورا بعض نظف قولونك عشان ما يرجعلكش تاني. هينزل نص الكرش، وهتمشي على نظام غذائي صحي. بعد ما كنت بتاكل الفاكهه بعد الطعام، هتاكلها قبل الطعام. بعد كده تاكل السلطات، بعد كده تاكل اكلك الطبيعي. خش شوف النظام الغذائي عشان ترتاح، ويبقى حياتك استقريت. مش هتاخد ادويه لاي مرض، ولله الحمد والمنه. والف تمام يا سلام عليك. دكتور، بس سؤال اتفضل. الله يحفظك قبل لا تروح. الحقنه تكون يعني دافئه لو بردت عادي، لانه امس تبرد وانا اسخنها وارجع اسوي ثانيه. بص، انت مش هتغلي ميه، انت هتسخن ميه حاجه بسيطه. تحط صباعك كده تقول اه ده دي استحملها، تقوم طافي وتعملها 3 لتر في نفس الوقت. طب انت عملت ال 3 لتر وحسيت ان في تاني جوه في بطنك، اعمل كمان 3 لتر في نفس الوقت. مش هتضرك، لانها بتنقذ، بتشيل فضلات، تقيحات، صديد، دمامل. لو في دم حتى في البراز بتشيله. ما تقلقش من حاجه. الله يحفظك. تمام، الله يحفظك. والف سلام عليك. الله يسلمك مع ويعافيك. السلامه. مع السلامه.